بيكم فيديو جديد ومعاكم نهى من شركة ايفون، والنهاردة معتنا مع فيديو جديد من فيديوهات العطور الجديدة اللي نزلت معانا في ايفون مؤخرا. قبل ما نبتدي الفيديو بتاعنا متنسوش اللايك والشير والسبسكرايب، ويلا بينا تعالوا نشوف رأي ايه في عطور لاف يو الجديدة. زي ما انتم شايفين معانا النهارده احدث اصدارات عطر لاف يو، وهو لاف يو توجذر، وكمان معانا لاف يو كونكتد عشان انا ما كنتش كلمتكم عنه بشكل مفصل، ومعانا لاف يو اول اصدار، وده انا عامله لكم عنه ريفيو في كل التفاصيل، ولكن هنتكلم عنه بشكل سريع عشان نقارن بينهم هما الثلاثه. طبعا البرفان بتاع لاف يو توجذر لسه هيتوفر معانا في حملة فبراير نازل بمناسبة الفالنتين، مع اني شايفة ان هو برفان مش مناسب خالص للفالنتين ولا حتى مناسب لفصل الشتاء، لان هو برفان شوية يغلب عليه روائح الحمضية، والروائح الحمضية بتبقى مناسبة اكتر لفصل الصيف والربيع عن فصل الشتاء والخريف. تعالوا نتكلم عن لاف يو اول اصدار، هنجيبهم بترتيبهم كده بترتيب ظهورهم. لاف يو اول اصدار كانت ريحة ورد صريحة، في البداية كده ريحة توت، اول ما بتشمي العطر بتشمي ريحة توت مسكرة بسيط، ولكن لما بيهدى بتبان ريحة الورد زي ما تكوني انتي في مشتل فيه ريحة ورد، يعني ريحة ورد قوية، ريحة أنثوية جميلة. الناس عشاق ريحة الورد هيحبوا قوي 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 لاف يو أول إصدار. وانتوا شايفين ان هي كمان عندي تعتقت لونها بقى مصفر شوية، عايزة اقول لكم ان ثباتها بقى احلى بكتير، وفوحانها كمان عالي، بصراحة رهيبة، يعني اختيار امثل لمحبين رائحة الورد. عارفين ريحة الورد البلدي الجميل ده، هو الريحة دي، ريحة الورد البلدي على ريحة الورد اللي لونه روز، البوكيه الورد اللي احنا كنا بنجيبه زمان ده الجميل ده، ريحة خطيرة. انا اصنفها ايه؟ اصنفها ريحة زهرية، هي ريحة ورود، انا مش شايفة فيها اي روائح خالص فاكهية، يعني ريحة التوت مش بتظهر خالص غير في البداية، وبعد كده بتختفي، مش بتبقى مستمرة معانا. نيجي عن تاني اصدارات لاف يو، هو لاف يو كونكتد، وده من الاصدارات اللي دخلت قلبي كده وتربعت جواه، لانه اصدار مسكر، اصدار شجري. الاصدار دوت المفروض ان هو من مكوناته اليوسفي، ومن المكونات اللي ظاهرة فيه قوي، رغم ان الريحة دي مش من المكونات اللي مكتوبة عن العطر، هي ريحة جوز الهند. عارفين اما شميته شوية فكرني باتراكشن انتنس برضو في ريحة جوز الهند، او الريحة المسكرة دي، يعني تحس ان هم قرايب، هم مش نفس الريحة تيبيكال طبعا، هم مختلفين بس نفس المدرسة نفس النهج. اول ما تشمي البارفين كده تحسي ايه ده شبه حاجة، بس ريحة جوز الهند غالبة بشكل قوي. تعالوا اقول لكم كده المكونات بتاعته بالظبط ايه. مقدمة العطر اليوسفي والليمون ورائحة الماء والكمثرى، قلب العطر زيت الورد وزنبق الماء والسوسن، قاعدة العطر زهرة القطن وخشب العنبر وخشب الصندل. ايه بقى اللي مدي للعطر دوت قوة وتقل؟ هي ريحة خشب الصندل وريحة العنبر. طيب الريحة بتاعت جوز الهند دي جاية منين؟ مش عارفة، يعني الريحة دي غالبة، يعني هو باين ان في جوز هند، مش عارفة ليه مش مكتوب في المكونات، شيء غريب جدا. بس احنا لو لخصنا العطر ده، هو ريحة اليوسفي المسكر مع جوز الهند المسكر، مفيش اي حاجة من المكونات اللي مكتوبة دي انا شماها غير ريحة اليوسفي وجوز الهند. حتى ريحة الليمون مش الريحة الواضحة قوي، ريحة الليمون هتبقى ظاهرة معانا اكتر في لاف يو توجذر لانه برفان حمضي قوي. فلو احنا صنفنا لاف يو كونكتد، فهو بالنسبه لي هيبقى برفان فاكهي شجري، يعني هو فيه ريحه اليوسفي بقوه وريحه جوز الهند. نيجي بقى على العطر اللي هو نجم الحلقه بتاعتنا النهارده، لان ده لسه حديث ولسه اول ظهور ليه على اليوتيوب، هو لاف يو توجذر،
ومكوناته توت العليق والكمثرى والليمون، دي الافتتاحية بتاعته. أما قلب العطر هو زهر اللوز ومسك الروم وزهور الأرز. أما القاعدة بتاعته فهي خشب الصندل والعنبر وخشب الأرز. يعني القاعدة بتاعته المفروض ان هو تشبه love you connected. انا عايزة اقول لكم ان هما التلاتة حاجة مختلفة عن بعض تماما، يعني مفيش اي حاجة تشبه لاي حاجة تانية. الريحة اول ما تشموها في ريحة نظافة، عارفين ريحة النظافة، عارفين ريحة المنظفات اللي احنا بنمسح بيها الارضيات، في ريحة من كده اللي هو ريحة المنظفات اللي احنا بنمسح بيها. ريحة منعشة ما فيهاش اي ريحة شجري خالص، يعني هي ريحة انتعاش مع ريحة زهور. انا شامة ريحة زهور، يعني الزهور دي بقى جاية منين؟ ممكن تكون من زهور الارز. مسك الروم باين فيه من بعيد قوي، يعني انا من عشاق مسك الروم، هو مسك الروم ظاهر فيه بس من بعيد. توت انا ما شميتش، كمثرى انا ما شميتش. هي القوة بتاعته بتبان من ريحة الليمون ومسك الروم والعنبر، يعني دي الثلاث روايح اللي ظاهرين فيه قوي. انا مش شايفة ان هو برفان انثوي بحت. يعني احنا لو اتكلمنا عن الاصدارات السابقة انا شايفة love you love you connected فيهم انوثة عنه. يعني انا شايفة ان هو برفان يمشي يونيسكس، لو راجل حطه مش هيقول لا، يعني لان هو مش بيشع انوثة، هو برفان منعش وزهري. بس هل هو مناسب للفالنتاين؟ يمكن منزلينه عشان الطرفين الراجل والست تبقى هدية تنفع للناحيتين. ده الحاجة الوحيدة اللي انا استنبطتها. بالنسبة لي هو اقل ريحة فيهم جاذبية. ريحته حلوة مش وحشة، مش هنختلف ان هو ريحته حلوة او وحشة، وبعد كده حلوة او وحشة دي اذواق. يعني انا بالنسبة لي لما جربته اول مرة ما لا، اللي هو ايه ده؟ يعني مش ده البرفان اللي ينزل في الفالنتاين يا جماعة، يعني مش ده برفان الحب، مش ده برفان الجاذبية، مش ده برفان ان احنا نحطه فنجذب اللي قدامنا. لكن هو كعطر هو عطر كويس، ثباته كويس. يعني انا لما رشيته قعد معايا حوالي 6 ساعات او 7 ساعات واضح، لما رشيته على الجلد، ولما رشيته على الهدوم برضو نفس الكلام. يعني الريحة واضحة، الريحة فواحة وواضحة، التلاتة ريحتهم قوية، ولكن أقواهم كونكتد قوي جدا. ريحة الجوز الهند قوية قوية بشكل ما تتخيلوش، وكمان عشان ريحته مسكرة شجري، أول ما تشميه ريحته قوية جدا. يجي بعديه لاف يو اللي هو ريحة الورد، وبعد كده أنا بتاعي كمان اتعتق فريحته قوية جدا، غير لو اشتريتي واحد لسه جديد مش هيكون بالقوة والفوحان ده. لسه جديد يعني لسه الشركة عاملاه. العطور بيبقى مكتوب عليها تاريخ انتاج، الانتهاء ده ملوش اي لازمة، لان العطر طول ما انت محافظة عليه يعني ريحته ما متغيرش غير بعد فترة طويلة قوي. ده لو انت مثلا عايزة تشيليه كعروسة او حاجة. تاريخ الانتاج والانتهاء دي حاجات خاصة كده، اجراءات خاصة بالاستيراد والتصدير. لكن انت بتعرفي منين ان العطر ده لسه منتج؟ يعني من تاريخ الانتاج بتاعه تعرفي ان العطر ده تم انتاجه في شهر كذا سنة كذا، فده ما تعتقش، ده لا عايزين نشيله شوية عشان الزيت العطر اللي فيه يركز شوية فالريحة تبقى اتقل. وطبعا طريقة التعتيق ان احنا بنشيل البرفان في علبته، وده افضل في مكان ضلمة. ده بيخلي الزيت العطري بيكون مركز، ولون العطر نفسه بيغمق شوية، فثباته وفوحانه بيزيدوا. نتلخص من الريفيو بتاعنا بايه؟ ان الثلاث اصدارات حلوين جدا، ولكن الثلاث اصدارات بثلاث اذواق مختلفة. love you ريحة ورود، love you connected ريحة شجرية فاكهية، love you together ريحة حمضية زهرية. فكل واحد يختار ما يروق له وما يحلو له حسب ذوقه، لأن لولا اختلاف الأذواق لبارت السلع.
نهى انتي ايه احسن واحد فيهم؟ اول ما جبت البارفان نزلت صورته وناس كتير قالت لي نهى رايك فيه ايه، حلو ولا انه اصدار احلى ولا الكلام دوت. كتبت على طول في التعليقات للناس عشان اللي يبقى مهتم لرأيي او اللي بيفرق معاه رأيي او عايز يجيب العطر او ما يجيبهوش حسب ما انا هقول له رأيي فيه ايه، ياخد قراره ما يجيبهوش وبعد كده يرجع يندم. وده الهدف من القناة اصلا، سواء عملت لكم ريفيو او سواء حتى قلت لكم رأيي مكتوب، المهم ان انا الحقكم. هي دي القصة، الفايدة ان انا الحقكم. فانا نزلت لكم ريفيو بسرعه رغم ان انا يعلم ربنا بنوتي عندها امتحانات وبنوتي كبيره وانا بقعد اذاكر معاها، فده اللي شويه مأخرني عنكم. غير ان انا كنت مشغوله من بدايه السنه في تأسيس بيت جديد ليا انا وبنتي، فاعذروني. انا متابعه كل جديد، بشتري المنتجات الجديده عشان اعمل لكم عنها ريفيوهات، لكن بجد ما عنديش وقت لان انا قايمه بالموضوع ده لوحدي. فاعذروني عشان الناس بتكتب لي في التعليقات نهى بتجيبي مشتريات، نهى بتفتحي كراتين بس ما بتعملناش ريفيوهات. والله غصب عني، بس انا الموضوع في دماغي، واكبر دليل ان انا مهتمه وبشتري كل جديد اول باول. فالحاجات موجوده الحمد لله، هو بس ان انا استقر عشان يبقى عندي وقت. والموضوع دوت انا بعمله لصالحي وصالحكم، عشان انا لما ابقى في مكان فيه هدوء اقدر اصور بقى ريفيوهات كتير، امنتج، الامور هتبقى احسن ان شاء الله. اللي جاي هيبقى افضل باذن الله. بس ما تضغطوش عليا وما تقولوليش كلام يضايقني، انت بتجيبي وما بتعمليش ريفيوهات، انت مش عارف ايه. لا، المنتجات موجوده، انا بجيب عشان اطمنكم ان المنتجات موجوده. الريفيوهات والله هعملها، انا مش بجيبها عشان انا هستخدم الكم ده كله من المنتجات. اكيد انا مش هستخدم الكم ده كله من العطور، ولا هستخدم الكم ده من المنتجات، ولكن انا بطمنكم ان الحاجه موجوده، وان اول ما الظروف تسمح باذن الله اكيد هعمل لكم الريفيوهات بتاعه المنتجات دي، لان ده الهدف من شرائها. مش الهدف من شرائها ان انا استخدمها. انا في حاجات طبعا بستخدمها اللي هي مناسبة لذوقي وببقى مبسوطة بيها جدا ان هي بتطلع حلوة ومناسبة لذوقي، ولكن الهدف الاساسي من شراء هذا الكم من العطور والمنتجات هو ان انا اعمل لكم ريفيوهات. فاعذروني لتأخيري، بيكون غصب عني ان انا مشغولة في الموضوع اللي انا قلت لكم عليه، ومشغولة مع بنتي، لان بنتي كل ما بتكبر في المرحلة العمرية كل ما السنة الدراسية بتبقى اتقل. وطبعا هي ملهاش غيري في الدنيا، فأنا الوحيدة اللي بساعدها في دراستها وفي حياتها عموما. لكن أنا مش بتأخر عنكم قصد، ولا أنا بشتري المنتجات عشان أحنسكم وأقول لكم ده أنا جبته وجبته وجبته وما اطلعش أعمل ريفيو. لا، الغرض مش كده خالص. الغرض إن أنا بطمنكم إن الحاجة موجودة أول ما الظروف تستقر بإذن الله. والخطوة اللي أنا بعملها دي بعملها ليا وليكوا، صدقوني انتوا هيفرق معاكوا كتير، هتشوفوا اختلاف في الفترة الجاية في التصوير، هتكون أنا نفسيتي أحسن، هأدي أداء أفضل. فإن شاء الله انتظروني في ريفيوهات حلوة كتير، هنعوض كل اللي فات زي ما انتوا شايفين اهو. ما عملتش الريفيو بتاع Love You Connected، عملته مع Together. وكل العطور بقى اللي فاتت على مدار سنة دي هنشتغلها سوا كله مع بعضه، يعني كل اللي فات هنعمل عنه ريفيوهات. العطور التانية من الشركات التانية برضو هعمل لكم عنها ريفيوهات. كل اللي انتوا هتطلبوه انا هنفذه. انا رهن اشارككم، والقناة دي انا فاتحاها عشان خاطركم وعشان افيدكم. فادعولي، ادعولي بالتوفيق وصلاح الحال. حبيت افيدكم النهارده عشان اللي حابب ان هو يشتري العطر ده يشتريه يلحقه. هو نازل معانا في مجلة الأعضاء، بتكون العطور نازلة معانا في مجلة الأعضاء بأسعار مخفضة، لأن هي أسعار بتبقى موجهة لأعضاء إيفون فقط. هيتوفر معانا إن شاء الله في بروشور فبراير 2025 لكل الجماهير. فاللي حابب إن هو يطلبه يقدر يعمل معانا العضوية في إيفون ويكلمني على الرقم الموجود أعلى الشاشة على الواتساب عشان نعمل العضوية سوا ويستفيد من مميزات العضوية. اما اللي حابب ان هو
يطلب اي عطر من العطور، سواء من العطور بتاعة البروشور الحالي او اي بروشور قادم، او من العطور المتوفرة فوري عندي على الجروب. يقدر يخش على لينك الجروب بتاعي واللي اسمه هينزل لكم على السكرين دلوقتي، وكمان اللينكات بتاعته في اول تعليق مثبت وفي صندوق الوصف. تقدروا تخشوا تطلبوا اللي انتوا عايزينه. ده كان الريفيو بتاعنا النهاردة. مستنية رأيكم في التعليقات تحت في الإصدار الجديد بتاع Love You Together، وكمان مستنية ترتبولي كده العطور دي حسب مفضلاتكم. يعني أنا رتبتهم Love You Connected، Love You Together. كل واحد بقى يقول لي تحت في التعليقات ايه أكتر إصدار حبه. أنا التلاتة حلوين، بس أنا بحب الحاجات الشجري، فعشان كده اخترت Love You Connected. يجي بعد كده الذوق الايه الزهري، Love You العادية، ريحة الورود. ريحته جميلة جدا جدا لعشاق ريحة الورود. اما بقى اللي بيحبوا ريحة الانتعاش والنظافة والحمضيات والريحة الزهرية الخفيفة، ف Love You Together هيبقى اختيار مناسب ليهم. ما تنسوش اللايك وشير وسبسكرايب، واشوفكم في فيديوهات حلوة كتير، ريفيوهات احلى. على خير، باي باي.